السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. هنعمل النهاردة كده أكلة سمك جميلة قبل رمضان كده. بس طريقة حلوة قوي قوي. جربوها وبإذن الله هتعجبكم. نبدأ كده بسم الله والصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا السمك منضفين وتنظيفة حلوة قوي قوي. عايزة تجيبي سمك صغير تمام اللي هو متوسط، وعايزة تجيبي الكبير براحتك. غسلينه حلو قوي قوي قوي. بنعمل 3 فتحات كده في السمكة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. خاصة ان السمك ده كبير شوية، فعشان يبقى يستوي حلو من جوه والتتبيلة كمان تدخل في قلبه. وبيدي شكل كمان حلو، يعني ايه فيها كام فايدة يعني. واكتر ان التتبيلة بتدخل جوه السمك حلو اوي لما يتفتح. معانا كزبرة وكمون وشطة، ومعانا ملح، ومعانا كركم، ومعانا كاري، ومعانا توم، ومعانا عصير ليمونة يعني او 2 عصرينها، ومعانا ربع يعني معلقتين 3 كده خل. ملح، فلفل اسود، كزبرة، كمون، كاري، كركم، الليمون والكمون وشطة. اللي مش عايز يحط شطة براحته، بس بصراحة طبعا بتدي طعم جميل جدا. وبندعكهم كويس قوي 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في كل الفتحات اللي احنا عاملينها. ونتبل السمك بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. السمك كل ما تتبليه وتسيبيه شوية بيشرب من التتبيلة، بيبقى طعمه حلو قوي يعني. ممكن تتبليه بالليل يعني والصبح تعمليه، ممكن تتبليه قبلها بساعتين يعني. حاولي ان انت تسيبي التتبيلة شوية فيه. نفس الخلطة اللي احنا حطيناها في التوابل هي اللي هنستخدمها هنا، ما عدا الثوم. دي كوباية نشا وكوباية دقيق، ونفس التوابل هي ما عدا الكمون، اسفة ما عدا الثوم. هنقلبهم كويس. الليمون برضه هو حاطينه، وهنكمل بالمية. نقلبهم كويس. دول كوباية من النشا وكوباية من الدقيق. هنفضل نقلبهم كده بعد ما حطينا التوابل كلها. هنفضل نحط مية حبة حبة ونقلبهم. نحط كمان حبة خل صغيرين كده ونقلبهم، ونحط في المية زي ما شايفين كده حبة بحبة لغاية ما القوام بتاعنا يتظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. دي اسمها التلحيسة. جربوها. حلوة قوي، بتخلي السمك اللهم بارك جميل جدا. بتخلي سبحان الله الزيت بتاع السمك بيتبهدل وبيغمق ومعرفش ايه، لغاية ما بتخلصي اخر سمكة والزيت بيفضل ابيض زي ما هو. هتشوفوه معانا. هنا هنحط كوباية دقيق ونص كوباية نشا. كوباية دقيق ونص كوباية نشا بس، ومش هنحط فيهم اي حاجة تانية، لان احنا تبلنا بما فيه الكفاية في السمك وتبلنا في التلحيسة، فهنا مش هنعمل حاجة تانية يعني. هو هنا نص كوباية نشا على كوباية دقيق، ونقلبهم وبس كده خلاص. بصوا انا هنا حطيت حبة دقيق تاني، لان كوباية النشا يعني كانت ازيد من نصها شوية، فحطيت حبة دقيق. هنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وبعدين السمك هنحطه في التلحيسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم الريحة بتاعته جميلة جدا جدا. احنا طبعا عملنا السمك المقلي كذا مرة، وكل مرة بنعمله بطريقة شكل. عملناه بالردة، وعملناه بالدقيق عادي، وعملناه المرة دي بالطريقة اللي هي التلحيسة دي. جميلة جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم في الشقه كانك مش بتقلي سمك خالص خالص، ولا ريحه ولا دخانه ولا اي حاجه خالص. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده هنطلعه من التلحيسه، نحط في الدقيق. هنفضل كده نعمل له الكفر بتاعه كده بالدقيق زي ما شايفين. احنا زي ما قلنا ده نص كوبايه نشا مع كوبايه دقيق، وهنغطيه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا حاطه الزيت على النار ومهديه عليه. الزيت ما يبقى سخن مولع ولا يبقى بارد. هنفضه جامد قوي 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 بالشكل ده.
زي ما انتوا شايفين. بصوا من جوه ومن بره بطنته حلوه قوي. بصوا شايفين طبعا الطاسه دي بخليها زي ما قلنا قبل كده لقليه السمك، وهنحط بصوا الشكل. بصوا على الزيت ما شاء الله عامل ازاي. الزيت ابيض ما فيهوش اي حاجه لغايه ما طلعت منه السمك وخلصت. بصوا لون السمك عايزه اقول لكم مقرمش اللهم بارك، وجميل جدا ومستوي من جوه. بصوا الزيت شايفين ولا اي ريحه ولا اي حاجه فيه، كانك مش قاليه سمك اصلا. يا رب الوصفه حبايبي دي تكون عجبتكم. بفضل الله يسا امرا لو وصلتوا لغايه هنا دوسوا على اللايك. بفضل الله يسا امرا اعملوا اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله الوصفات تعجبكم، وكل لحظة وانتم بألف خير يا رب. شايفين الشكل بتاعه مقرمش جدا والريحة جميلة. الزيت ما عملش اي دخان، ما غمقش. طبعا بصراحة كانت عندي حبة رز حلوين من امبارح، انا استخسرتهم بصراحة حرام، فسخناهم حلو قوي كده وحطيناهم معاه وعملنا سلطة. وطبعا الجرجير بتاعنا والليمون والعيش البلدي، وظبطنا كده الدنيا. وألف هنا على قلوبكم وعلى قلوبنا يا رب، ويحسن ما بين ايدينا دايما. وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.